السلام عليكم يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير قوي قوي قوي. انا عارفه ان انا مختفيه بقالي فتره ومقصره، بس اعذروني. رجعت لكم بفيديو جديد من الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها، وهو فيديو المنتجات اللي خلصتها ورأيي فيها بصراحه، وهجيبها تاني ولا لا. بس قبل ما ابدا الفيديو، لسه مشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتختاري اول، عشان اول ما انزل فيديو جديد يجيلك نوتيفيكيشن. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه خلصتها الغسول ده اسمه سولو مارت، وده كميته 150 ملي. بصوا يا جماعه، هو الغسول ده بينظف البشره حلو جدا، بس بحس ان هو بينشف شويه. يعني بشرتي كانت بتنشف شويه بعد ما بغسل بيه وشي، بس هو في التنظيف حلو جدا. هو مكتوب ان هو بملح البحر وان هو فيه بانسينول، يعني المفروض ان هو بيرطب، بس انا يعني ما كنتش بحس بالترطيب قوي يعني. بس هو قعد معايا مده كويسه، وكان سعره معقول، يعني مش فاكره دلوقتي، بس هو كان سعره كويس. كمان كان ليه ريحه كده قويه شويه، زي ريحه الحاجه اللي هي المعقمه، فاهمين؟ زي ريحه المنظفات قوي كده. فبرضو الريحه دي ما حبيتهاش، فما اعتقدش ان انا هجيبه تاني. بعد كده خلصت البادي كريم ده من انفينيتي، واسمه جاسمين اسينشالز، اللي هو بيبقى ريحته بالاسينشال اويلز، وده كان ريحه الياسمين. انا بحب ريحه الياسمين جدا، فهو ريحته ياسمين بيور يعني. فانا برضو ما بحبش ريحه الياسمين البيور قوي، يعني لازم يكون معاه كده حاجه تاني. فريحته بالنسبه لي ما كانتش احسن حاجه، كمان ترطيبه بصراحه مش احسن حاجه. هو لو تفتكروا لما عملت لكم الفيديو بتاع مقارنه بين مرطبات الجسم، روحوا شوفوه، قلت لكم ان ده مكوناته خطيره، يعني كاتبين كميه مكونات فيه رهيبه، بس انا ما حسيتش باي فرق بصراحه. يعني لغايه ما خلصته ما حسيتش باي فرق في جلدي، ان هو مثلا بقى افتح، او يعني حتى ترطيبه متوسط، مش الترطيب الواو قوي يعني. قوامه كان متوسط برضو، بين خفيف وتقيل. قعد معايا فتره كويسه، بس ما اعتقدش ان انا هجيبه تاني. بعد كده خلصت بادي باتر ده. هو بادي باتر مش بادي كريم. كلمتكم عنه كتير قوي لغايه ما زهقتكم منه، بس انا فعلا بحبه جدا جدا، انا بحب ريحته قوي. هو بالتشيري بلوسوم. ممكن مش كل الناس بتحب الريحه دي، بس انا بموت في ريحته. ريحته باودري كده، بيتفرد بسهوله على الجسم. وهو طبعا بستخدمه في الشتاء اكتر، لان ده بادي باتر فبيبقى تقيل، فهو في الشتاء بالنسبه لي تحفه، وبيخلي ريحه الجسم تحفه، وبتقعد يعني الريحه بتفضل كتير يعني موجودة في الهدوم. فأنا بحبه جدا. ده من أوفوفو، فأنا بجد بعشقه جدا، أكيد هجيبه تاني في الشتاء. بعد كده خلصت البادي كريم ده من بوديليشيوس. هو مكتوب عليه ان هو بادي لوشن، بس هو تقيل جدا يا جماعة، قوامه تقيل. بصوا انا مخلصاه لغاية الاخر. بصوا ريحته برضو بتفضل شوية، بيرطب الجسم، يعني ترطيبه حلو. ريحته بالوايت ميسك، بس هو مش وايت ميسك قوي يعني. ريحته حاجه كده فلورال قوي، في تاتش كده سويتي. فانا من الناس اللي بتحب الروايح دي اللي هي فلورال، فيها تاتش كده سيترس او سويتي. فانا متقبلاه، بس مش احلى حاجه بالنسبه لي. فبرضو عايز الشتاء اكتر، بس ما اعتقدش ان انا هرجع اجيبه تاني. كمان خلصت الهيالورونيك اسيد ده من كولاجرا. ارجعوا برضو للفيديو اللي انا عملت لكم فيه مقارنه بين كل انواع الهيالورونيك اسيد، عشان تعرفوا يعني ده بالنسبه لباقي الانواع عامل ازاي. بس هو انا بالنسبه لي هو كان خفيف قوي على البشره، كنتش بحس يعني ان هو عامل فرق كبير في بشرتي. هو سعره كان معقول جدا، مش فاكره سعره، بس هو كان سعره معقول جدا. البشره بتمتصه بسرعه، لازم يتحط طبعا على بشره منديه، وبعد كده يتحط بعده كريم على طول، عشان البشره بعد ما بتحطيه بتحسي انها نشفت شويه، فلازم يتحط عليه كريم. متعتقدش ان انا هجيبه تاني. كمان خلصت نياسيناميد ده من كولاجرا برضو. هو لطيف على البشرة، ما بيعملش اي مشكلة، بيدي شوية جلو للبشرة بس كده. انا ما حسيتش بقى بان هو بينظم افرازات الدهون او
بيعمل كونتراكت للبورز او اي حاجه زي كده، لا ما حسيتش بالكلام ده. هو حاجه لطيفه على البشره وبتدي جلو شويه وخلاص يعني، فما حسيتش باي فرق كبير بصراحه يعني، فما اعتقدش ان انا هجيبه تاني. كمان خلصت برضه هيالورونيك اسيد ده من انفينيتي اللي اسمه هيالو كولاجين، وده كان تركيزه 2%، برضو كلمتكم عنه قبل كده. هو قوامه تقيل شوية، اتقل من بتاع كولاجرا، حلو قوي بالنسبة للبشرة. بحس ان الهيالورونيك اسيد اللي هو بيبقى قوامه، كل ما يبقى قوامه يعني مش حاجة تقيلة قوي او ستيكي، لكن يعني لما يبقى القوام بتاعه شوية كده مش زي المية، بحس ان هو بيدي افكت احسن. طبعا بيدي جلو للبشرة، بس برضو البشرة بتمتص بسرعة ولازم كريم، لان هو بينشف البشرة لو انا ما حطيتش كريم بعده. ما اعتقدش برضو ان انا هجيبه تاني، لاني في انواع تاني احلى منه. الفيديو النهارده كله سيرمز مخلصاها يا جماعه. ده السيرم بتاع نياسيناميد برضو من ليلاك برضو براند كويس. برضو حسيت ان هو بيخلي البشره برضو جلو، مش حاسه بان هو مثلا تفتيح البقع والكلام ده، لا ما حسيتش قوي ان هو بيفتح البقع يعني. هو لطيف على البشره وبيدي جلو للبشره بس كده، مش اكتر من كده، فيعتبر كويس. بس يعني مش عارفه اذا كنت هجيبه تاني او لا، بس اكيد هجرب انواع تانية لغايه ما الاقي نوع احس بفرق بعد ما استخدمه. بعد كده خلصت السيرم ده من بايونكس، وده اسمه concentrated brightening serum، يعني بيفتح البشرة، يوحد لون البشرة. طبعا بيتحط بالليل قبل النوم. استخدمته لغاية ما خلص خالص يا جماعة، ما حسيتش بالتفتيح برضو بيتحط تحسي ان بشرتك برضو جلوي كده ولطيفة مع الاستخدام. لغاية ما خلصته ما حسيتش بموضوع التفتيح، لكن ممكن اكون حسيت ان البشرة بقت جلوي اكتر. وطبعا بايونكس دي ماركة سويدي، يعني يعتبر حلو لو انت عايزة جلو للبشرة، لكن لو عايزة حاجة تفتيح للبشرة او تفتيح للبقع ما اعتقدش يعني ان هو بيعمل حاجة، او هو ضعيف قوي يعني اللي هو عايز استمرارية عليه بقى لمدة سنة او اكتر عشان تحسي بفرق. بعد كده خلصت الاي باتشز دي من دكتور راشيل، مكتوب عليها انها مارين الجي انرجي هيدروجيل اي ماسك. هي المفروض ان هي فيها الطحالب البحريه او اللي هي السنيل، المفروض انها بترطب بعمق تحت البشره. وفعلا يا جماعه هي انا كنت بحطها دايما بعد الشاور تحت عيني، فعلا بتعمل ترطيب حلو قوي. بصوا هما دول نشفوا شويه. الاي باتش نفسها تحس انها يعني خفيفه قوي، اللي هي لدرجه ان هي ممكن تتقطع منك وانتي ماسكاها، اللي هو لازم تطلعيها بالمعلقه البلاستيك دي وتمسكيها بحرص. هي المفروض هنا كان في سائل كده مغموره فيه، بس هي طبعا نشفت وخلصت، فبتطلعي بيها كده وتمسكيها برقه جدا، وهي بتبقى واخده شكل كده. بحاول اطلعها لكم، تبقى واخده الشكل ده كده، اللي هي تتحط كده تحت العين. بصراحه يا جماعه انا كنت جايبه البرودكت ده يعني من فتره كبيره، يعني مثلا من سنتين او اكتر، انا مش عارفه هو لسه بينزل ولا لا، بس هو كان حلو جدا في الترطيب منطقه العين، فكان بيعجبني جدا. بس لازم يكون تحت العين نظيف جدا جدا، يعني ساعات كان مثلا ممكن يكون تحت عيني اي برودكت كنت حاطاه قبل كده بحس بقى بالتهاب فظيع جدا، فعشان كده دايما كنت بحطه بعد الشاور على طول، اللي هو انا متاكده ان انا وشي مغسول كويس قوي والميه نزلت عليه كويس، مفيش اي حاجه اي برودكت او اي تراب او اي دهون. ولازم يتحط على بشره نظيفه جدا. وطبعا لو لقيته لسه موجود هجيبه تاني اكيد يعني. بعد كده خلصت المايسيلر ووتر ده من بيز لاين، كلمتكم برضو عنه قبل كده. هو حتى مكتوب عليه منظف مائي، هو فعلا عامل زي المية جدا، يعني هو ما بيعملش اي التهاب او اي تحسس، بس في نفس الوقت
يعني مثلا لو حاطه ماسكارا ووتر بروف مش هينضفها كويس، لان هو فعلا خفيف قوي، عامل زي الميه للوش وللعين وللشفايف. كميته كبيره قوي فحلو جدا. فبس هو زي ما قلت لكم مع تنظيف العين او مع الماسكارا الووتر بروف مش هيبقى احسن حاجه. كمان خلصت المايسيلر ووتر ده من ايفا بالكولاجين، تحفة جدا جدا يا جماعة لتنظيف العين والماسكارا الووتر بروف. بجد عجبتني جدا جدا، لان هي اصلا قوامها زيتي، وطبعا لازم ترجيها قبل ما تستخدميها، فبتنظف حلو جدا من الماسكارا، ما بتعملش اي تحسس او التهاب للعين. فدي بالنسبه لي دي ميزه عظيمه، لاني نادرا لما بلاقي مايسيلر ووتر انضف بيها عيني من غير ما احس فيها بالتهاب او حرقان او تحسس. فعجبتني جدا واكيد هجيب منها تاني. كمان خلصت اليوريا كريم ده من أليجون، وطبعا اكيد كل الناس اتكلمت عنه قبل كده وكلكم سمعتوا عنه قبل كده قد ايه هو حلو جدا في جلد الوزة. هو فعلا حلو جدا يا جماعة في جلد الوزة، بيبان فعلا تأثيره وفعاليته. يعني بعد ما بتستخدميه بفترة، بعد شهر او شهرين بتحسي فعلا بفرق، ومع الاستمرارية عليه اعتقد ان هو بيضيع تماما موضوع جلد الوزة اللي هو جلد الوزة الخفيف. هو مكتوب ان هو يوريا 10% وفي ساليسيليك اسيد وفي شيا باتر. بصراحة عجبني جدا، واول مرة احس ان في حاجة في كريم كده افكتيف وفعلا بيبان تأثيره. يعني انتوا عارفين الموضوع ده صعب قوي، يعني شوفوا احنا بنستخدم كمية برودكتس قد ايه، وكل 100 برودكت لما نلاقي برودكت واحد فعلا بتحس معاه بتأثير وبنتبسط جدا. يعني انا بتبسط جدا لما بحس بأي تأثير او فرق بعد البرودكت، فأكيد هجيب منه تاني. كمان خلصت الشاور جيل ده من لونا، ده بالشيا باتر، ريحته حلوه قوي وفعلا بحس ان هو فعلا بيطري الجلد. واحلى حاجه طبعا ان هو سعره تحفه جدا. يعني فزي ما انتوا عارفين في شاور جيل بتنزل بارقام خرافيه، انا بحس ان الشاور جيل يا جماعه ما يستاهلش خالص. مش ده البرودكت اللي تدفعي فيه فلوس كتير، لان هو مش بيعالج حاجه، مش هيفرق معاكي في اي حاجه غير ان انت مش محتاجه اكتر من ان انت نظافه للجلد، وحاجه ما تنشفش جلدك، تكون خفيفه ورقيقه على الجلد وبتطري الجلد. فبصراحه لونا ده بالشيا باتر عجبني جدا جدا واكيد هجيب منه تاني. كمان خلصت الكونديشنر ده من الو ايفا بالصبار. المجموعه دي يا جماعه تحفه جدا في تنظيف الشعر، مش اكتر حاجه بترطب الشعر في اللاين بتاع ايفا، بس هي مجموعه اقتصاديه جدا، سعرها حلو جدا. يعني مفيش حاجه سعرها كده في السوق، سعره تحفه جدا، 70 جنيه او حاجه كده. طبعا ده حاجه تحفه قوي وبتنظف الشعر وبتطري الشعر. فبصوا يعني مش محتاجين حاجة اكتر من كده. يعني هو ده البيزك اللي اي بنت تقدر تجيبها تحصل على نتيجة حلوة جدا. فانا دايما بنصح بألو ايفا بالصبار. الشامبو بتاعه اللي بينظف الشعر كويس جدا لان هو بالسلفيت، والكونديشنر بتاعه لطيف برضو، بيطري الشعر شوية، مش احسن حاجة في ترطيب الشعر بس بيرطب بدرجة معقولة. وحمام الكريم طبعا بتاعه برضو بيرطب الشعر. فبصوا المجموعة دي على بعض سعرها تحفة جدا، اقتصادي جدا، مش هتلاقوا زيها في السوق المصري. فاكيد هجيب منه تاني هو والشامبو والهير ماسك بتاعه. بعد كده خلصت الايلاش سيرم او الايبرو سيرم ده من فيفلين او ايبرو اويل. هو مش سيرم، هو اويل من فيفلين. ولو تفتكروا اللي متابعني هيعرف ان انا بعد ما خلصت تقريبا نصه ما حسيتش باي فرق خالص، وقلت لكم ساعتها ان انا هحط عليه نقطتين زيت خروع، وفعلا حطيت عليه زيت خروع وكملته لغايه ما خلص للاخر. بصوا برضو ما حسيتش بالفرق الفظيع، ما حسيتش باي يعني انبات للشعر، الحواجب ما حسيتش باي فرق. فبصراحه يعني زي ما انتوا عارفين حاجات فيفلين
دايما غالية قوي، مبتديش النتيجة اللي هي الفظيعة اللي هي تستاهل السعر بتاعها، فاكيد مش هجيبه تاني. بعد كده خلصت كريم القدمين ده من كولاجرا. بصوا كميته صغننه قد ايه، كميته صغيره قوي قوي، ضعيف جدا يعني ترطيبه لا يذكر. وانتوا عارفين طبعا ان القدمين والكعبين بالذات بيحتاجوا كريم تقيل علشان ترطيب المنطقه دي. بصراحه حسيت ان هو برودكت كده يعني ملوش اي لازمه، ومعمول كده اللي هو ايه يعني كمالة عدد زي ما بيقولوا، فطبعا يعني اكيد مش هجيبه تاني. كمان خلصت برضو كريم القدمين ده كير من اماندا. هو ده كميته اكبر شوية، ومفروض ان هو بزبدة الشيا وزيوت مرطبة. هو اتقل شوية من بتاع كولاجرا، يعني ترطيبه متوسط شوية، مش اقوى حاجة يعني بالنسبه لي، مش اقوى حاجه. فعايز يعني اللي هو حد بس بيحافظ على الترطيب بعد ما القدمين بقت بالنسبه له، او بعد ما هو وصل للكعبين لمرحله كويسه من الترطيب ده، بس كده اللي هو بيحافظ عليها حاجه دوريه. لكن ما ينفعش تكون القدمين متشققه او الكعبين متشققين ونستخدم الكريم ده، مش هيعمل اي تأثير ومش هيفرق خالص معاه في حاجه. حسب حاله القدمين او حسب حاله الكعبين بتقرري هتجيبيه ولا لا. طبعا يعني اسعار اماندا زي ما انتوا عارفين معقوله جدا وسعرها اقتصادي جدا، بس زي ما بقولك حسب انتي حاله القدمين عندك او حاله الكعبين عامله ازاي بتقرري هتجيبيه ولا لا. انا بالنسبه لي هجيبه في فتره الصيف، لكن في الشتاء مش هينفع معايا. بعد كده خلصت كريم الايد ده من كيران مور. طبعا كيران مور برضو من الحاجات اللي اسعارها لطيفة جدا وفي المتناول جدا، وده سنت بتاعه فيري تيل، كلمتكم عنه قبل كده برضو في فيديو مقارنة بين مرطبات الايد المختلفة. ريحته حلوة قوي يا جماعة، يعني هو ريحته اكتر يعني مايله لريحه الكاندي كده. انا ما بحبش الريحه الشجري، بس هو ريحته لطيفه قوي يعني عجبتني ريحه الكاندي قوية مع تاتش كده فلورال، فريحته حلوة. هو بالفيتامين اي، فترطيبه متوسط، فحلو برضو يعني عجبني. هي بس كميته صغيرة شوية بيخلص بسرعة. كمان من اهم مميزاته ان هو الصغننة دي اقدر احطها في شنطتي وانا خارجة، فيعني ممكن افكر ان انا اجيبه تاني. وبس كده يا حلوين نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم، وتابعوني على بقيه السوشيال ميديا، هسيب لكم اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.